السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا رب إن شاء الله تكونون بأفضل حال. اللهم صل على محمد وآل محمد. رجعت لكم بفيديو جديد إن شاء الله يا ربي راح يعجبكم. هنا تعالوا سوا خلينا نسوي التعلولة. التعلولة هي مو عشاء، هي من بعد العشاء، يعني من بعد ما يعدي علينا أذان المغرب، من بعد المغرب تبدي هاي شغلة التعلولة. يعني هي مو يوميا، مرات أسويها مرات ما أسويها بصراحة. زين، فالتعلولة تكون شي خفيف، مو ذاك مو تمن ومرقة وتقلى ودهن وهاي الأمور، فشي خفيف. فدائما أختار نوع من أنواع المعجنات وأسويها. فاليوم على أساس بالبداية حتى أكون صادقة وياكم، على أساس أسوي لحمة بعجين. قلت لحمة بعجين أسويها على شكل فطائر، فكلش طيبة. بآخر لحظة غيرت وقلت لا، خلي أسوي بيتزا. مع العلم أنا ما محاضرة أي شي مواد. جيت قلت أي شي ألقي راح أخلي، واللي عندي ناقص أدز من المحلات اللي بصفي. زين، فهنا جبنا الطحين مثل ما تشوفون. هنا هذا طحين يعني صفر أكياس مال معجنات أحب أستخدمه. زين، بس هنا فرغته من الكيس مالته لأنه يعني كان مشقوق شوية، وتعرفون يلوحه مي أو شي فراح ينكب من عندنا، فخليته بهذا الكيس. وتعرفون انه الجو حار كلش، فاذا تخليه برا راح تصير بيه ريحة عفونية، او العفو تصير بيه هاي القملة الصغيرة مالت الطحين. فاني افرغه بكيس واخليه بباب الثلاجة اللي جوه. زين، حتى يبقى هم بارد وهم ما يعفن، ويبقى يعني شلون نقول لك تازة طحين. من الطلعي تستخدميه ريحته طيبة وتخبل. هسه مثل ما شفتوا ويانا خليت كوبين اني من الطحين. هنا طبعا اقل من الكوبين، لان راح تشوفون راح استخدم بعد وياه طحين. وخلينا خمرة خاشوقة، ملح خاشوقة، شكر خاشوقة، بعد شنو زيت تقريبا خاشوقتين الى 3، يعني حسب انتي، يعني حسب رغبتك. زين، فهنا أنا راح نعجنه، حيكون لزج نوعا ما. بس انتي حاولي انه تعجنيه شوية، وبعدين تضيفين طحين شوية شوية لما يتماسك وياك وتصير العجينة حلوة. زين، المحلات هواي والمطاعم هواي. راح تقولون ليش ما واحد يختصرها ويدز بيتزا من برا؟ ليش ادز من برا؟ خبان اسوي شوية. يعني هو بالمطعم من يسويها بشنو احسن من عندي؟ اصلا اني اسويها نظيفة واعرف محتواها وغاسلة ايدي كل الزين قبل ما ابلش بيها، احسن ما اجيبها ظل اوهس اللي عجن العجينة نظيف. زين، العجانة مغسولة، زين المواد كذا، همر عليهن فد حشرة لا سامح الله شي. هواي تجي بالتفكير الواحد، صح لو لا؟ يعني أنا واحدة من الناس من مرات يعني أضطر إنه أدز أكل من برا، يعني لا سامح الله ظرف عندي مريضة شي، يعني نادرا نادرا ما أدز أكل من برا، ما أدز. فمن أشوف الأكل يوصل، يعني أقول مرات، أقول من يقول نظيف هذا الأكل؟ ما أعرف، تريدون سموه هواس شو سموه سموه. فهذا يعني تفكيري. فإيش ما تكون الأكلة بسيطة وشون ما تطلع، أهم شي إني مرتاحة نفسيا من أسويها بالبيت، كلش مرتاحة هم يعني. هنا شوفوا شلون عجلنا العجينة وصارت تخبل هشة. أهم شي بعجينة البيتزا إنه تكون هشة. إذا ما كانت هشة راح تيبس عندك وتصير يعني الخبزة ألين من عندها. زين، فدائما خليلها زيت حتى تكون عندك طرية وهشة وتخبل. خليها تختمر، بس ما تختمر طبعا بزيادة، لأن هي أصلا بالفرن راح تنفش عندك. فمثل ما تشوفون هنا جاي أخلي زيت ودرته هواية، فإذا أخليها بيها ويا العجينة راح تصير حالها حال الكليتشة. فكبيت من عندها شوية ورجعت كملت للتعجن مالتنا. هنا العجينة راح أخليها تقريبا 12 دقيقة 15 دقيقة بالزايد، بس شوية تاخذ الخمرة بيها، ومن بعدها راح استخدمها. بنات الجو حار كلش حار لدرجة ما تنوصف. يعني أنا حتى جبت هاي البانكة المروحة، خليتها بالمطبخ، يعني أشغلها دائما. تعرفون أكثر تواجدنا بالمطبخ مثلا نسوي شي، نغسل مواعين، ديش البانكة الحمراء دا تشوفوها. زين، فجبتها أشغلها من أشتغل هنا، وحتى إذا ما أشتغل أشغلها، يعني خليها بالمطبخ تغير جو. شغل الساحبة فوقها همينة فتسحب شكو مثلا وخمة، تحسين إنه الجو مكتوم، فهي تسحب لي إياه شوية.
اذا وصلتوا لهنا لهاي الدقيقة من الفيديو لا تنسون خلوا لايك، واللي اول مرة يشوف القناة خليه ينزل يشترك بيها ويدوس على الكل حتى يوصل كل فيديو اني انزله. هنا راح نحضر الصلصة همينة على السريع مالت البيتزا. هنا خلينا طماطم وبصل وهمينة خاشوقة شكر وخاشوقة ملح، وخلينا فصين ثوم، فصين لا اكثر، لان راح يطغى الطعم مالته يصير كلش قوي. وراح نضربه هنا بالمترامة هذه الكهربائية. اذا ما عندك عادي يعني تقطعيه قطع صغار وتخليه بالخلاط، هم ماكو اي مشكلة. حتى بالطاحونة يصير يعني عادي، اي جهاز عندك المهم يثرم. وهنا راح نخليها على النار ونخليها شوية تغلي يعني بس تتماسك. ومثل ما شفتوا اني خليت خاشوقة وحدة من المعجون لان كانت عندي الطماطة لونها فاهي، حسيتها شلون البرتقالية، تعرفون هاي النوعية اللي تجي المستوردة مو مثل العراقية حمرة. فخليت خاشوقة همينة مال معجون، خليناها على النار بسرعة بسرعة بين ما يعني حضرت هذن الشرائح مالت البيتزا وخليت الصلصة على النار، اختمرت العجينة وصارت تخبل، تشوفوها يعني فد شي يجنن. هنا انا محضرة الصينية، مخليت لها زيت بالقاع مالتها ومخليت لها ورق الزبدة. فهنا انا بس راح اجي وافرش عليها العجينة، نحاول نفرشها قدر الامكان. بس ما اقول لكم بنات العجينة طلعت تخبل يعني بسم الله ما شاء الله فد شي. انا مسوية هنا يعني بس قدر صينية يعني بس وحدة. انتو اذا تريدون يعني عادي زيدوا بالمقادير وسووا صينيتين ثلاثة، يعني اذا مثلا عائلة كبيرة فتحتاج اكثر من صينية. بس انا اسوي صينية واحدة كل واحد قطعة يعني كلش كافي، ما احبها تبرد وتبقى وهاي الامور. واهم شي انه تشكشكين العجينة، لانه انت تعرفين انه خلينا خمرة وخليناها كم دقيقة تختمر. اذا ما تشككناها راح تنفش من جهة، لازم يعني ضروري من جهة تصير لك شلون النفاخة ومن جهة نايمة فتخرب الشكل عندك كله يخرب. فتشككيها زين وخليها حتى تكون متساوية، يعني من تستوي تبقى هي متساوية. هنا جبنا الصلصة همينا راح نخليها اللي حضرناها قبل شوية. طبعا هنا انا خليت شوية اكثر من اللزوم لان احبها، بس هي المفروض تكون اقل بصراحة. قلت لكم انا ما محضرت لها مواد، هاللي عندي خليته زين. فهنا أنا بصل احنا ما نخلي لان ما نحبه. فلفل اخضر ناقص عندي يعني ما لقيت، زيت من محلات ما لقوا. ابو المخضر ما عنده، قال ما عنده. فحاولت اكثر طماطة ولحم مفروم وزيتون، انا كلهن ذني محضرتهن. ثرامة محضرتهن واللحم همينه سلكته وحمسته وخليت له ملح وبهارات وهاي الامور، فصار فشي يعني. بعد الطماطم من بينه من قد الصلصة خليته هواي بصراحة، بس هم يحبوها يعني جهالي يحبون الصلصة كلش هواي. احنا وصلنا مرحلة يعني من نسوي اكلة من يعني شلون اقول لكم، يعني ما نحاول انه تكون تطلع اكلة مثالية كشكل وتزيين وهاي الامور، لا اهم شي انه تكون اكلة طيبة ويحبوها. يعني مو ياخذ لي القطعة يظل يطلع من عندها الشغلات اللي ما يحبها، مثلا البصل الفلفل يعني هاي الامور يذبيهن شوي شوي يخرب الدنيا. لا حاولوا انه تكون الاكلة يحبوها، ها هي بعد. هنا أنا عندي هاي كانت بالمجمدة، طبعا هذا يعني جبن مبروش زين. بس هنا دا يطلع عندي لكاليك وكنا عجينة لأنه طلعته من المجمدة وبسرعة والله دقايق. يعني من قررت أسوي البيتزا طلعته بس هو كلش ماع يعني هيجي ذاب كلش زين، حتى لا يسط يعني دمرني دمر خوش. فهسه لو مبروش كان الرش هيجي، شايفين هاي الحركة مال الشيف من يجي يرش شو اسمه، قولوا وياي، من يرش آخر شي الجبن المبروش هيك حالات هالحركة. أنا لا ما صارت عندي اليوم، طلع كأنه عجين. فشو شكلها حلو بسم الله ما شاء الله. هنا أنا من بعد ما ستوتها بسرعة استوت، ما أخذت يمكن 10 دقائق بالطبخ. ستوتها بالفرن يعني بالفرن الغاز، وصورت لكم بس ما أعرف ليش ما طلعت بصراحة.
بنات لا تنسون خلوا لي لايك عليكم الله، اللي وصل لهنا الفيديو خلي لايك ويكتب لي تعليق حلو ويقول لي شنو رأيه، حلوة مو حلوة، طيبة مو طيبة، يعني مع الأسف ما تعرفون طيبة أو مو طيبة. زين أتمنىكم يعني يمي وتاكلون من عندها إن شاء الله، يا رب يسهمكم العافية. وهو الأكل مبين من شكله صح لو لا؟ هذا شكل حلو يعني الأكل طيب، مو لا مو يلا اكتبوا لي بالتعليقات درد أشوف. هنا أنا خليتها شوية تبرد ومن بعدها جيت حتى أقسمها. زين حنقسمها قطع، وهاي السكينة الخاصة بالبيتزا عم يعني فشي يعني. زين طبعا ما كذب عليكم، هاي السكينة ما تقص زين صراحة، تكون صادقة وياكم. يعني هسه هنا أنا مو حددتها، بس بعدين لازم أرجع من بعدها بالسكينة العادية وهم أرجع على نفس الخطوط أثبت القصات مالتها. بس شكلها حلو للأمانة وطعمها فشي. زين أنا ما كلت منها هواي لأن قاعدة على الخبز، يعني كانت هيك قطعة كلش صغيرة، بس بسم الله ما شاء الله طعمها طيب وعجينتها هشة، والصلصة مالتها ريحتها فشي يعني طاغة عليها ريحة الثوم والمعجون وهاي، يعني الصلصة فشي. أنا مجربة صلصات هواي يعني بهواي أكلات مو بس البيتزا، يعني بهواي أكلات مثلا لحم بعجين، هاي الأمور كلها يعني شكو أكلة تحتاج صلصة أنا أبتكر صلصات هواي، بس للأمانة هاي أطيب صلصة أنا مسويتها يعني ثبتت عليها مثل ما يكونوا. وهنا دزيت فيها عصير وقلت لهم يلا تعالوا أكلوا بألف عافية. من بعد ما كملنا البيتزا عيني ورتبنا المطبخ، اجى استاذ انو كان يقول ما اعطيني فلوس، قلت له شكو؟ كان يقول اريد اجيب بطيخة. طبعا عندنا انو طبعا هو اصغر واحد بالعائلة، يعشق شي اسمه رقة وبطيخ، يعني هاي بالصيف كلش يحبهن، لما يشوفهن عنده بالمخدر جايبهن يروح يجيب له وحدة ويجي بسرعة، يجي ياخذ فلوس ويشتريها. شوف بس الساعة 11:30 بالليل صارت، انا مع ولد كملت شغلي، هو راح جاب لي هاي البطيخة واجى. ماما حارة قال لا انا اريدها، قلت له يلا تعال، ما حبيت اكسر بخاطره، وجبنا البطيخة وين قاعد هنا دا ينتظرني انه اسويها. فبعدين صحته قلت له تعال انت قصها، بس هو ما عرف يقصها، خفت عليه ليجرح ايده، فانا اخذت السكينة من عنده وراح اقسم لي اياه. شوفوا شلون يريد يقصها من النص هيك بالعكس. أنا توقعتها هنا أنا راح تطلع فطيرة وتطلع بيضة وحالتها حالة، ما أدري ليش هيجي يعني حسيتها. بس شوفوها وياي، خلينا نشوفها شلون راح تطلع. هاي هنا لأنه قاعد يصور، شوفوا بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا ظلمت الكاميرا، اللون مالتها برتقالي كلش طاغ طلع زين، وطعمها حلو، حلابيها كلش قوية ما شاء الله، يعني على نيته طلعت له كلش طيبة وحلوة. هو من يروح للمحل من يروح لابو المخضر ينطوه شي زين يعني ما يغشوه، يعرفوه، يعني صار معميل إلهم، يعرفون انه هو يحب الرق والبطيخ، فمن يروح يشتري ينطوه الحاجة الزينة. شوفوا هنا قاعد يصور، ما اعرف ليش قاعد يصور لي الحب، شنو موضوعه ما ادري. انا قسمت له من عندها، قلت له ماما حارة، قال لا ما يخالف انا اريد من عندها، فقسمت له من عندها كم قطعة، قلت حتى ياكل، مو بس هو راح ياكل يعني الكل تاكل من عندها. زين والباقي حطه بالمجمدة بالثلاجة شوي يبرد، يلا احنا الكبار ناكل من عنده. يعني تعرفون الرقة والبطيخ ما ينوكل شو اسمه هو وحار، يعني تحسه مو طيب يصير الا يبرد شوية. يلا لا واقف على راسي، يلا ماما يلا قسميلي. خبلني بالتصوير مالته انه عين الحولة، الله يساعدكم. قولوا لي همينة شنو رأيكم، نخليه يصور لنا دائما بالقناة لو ما يفيد؟ قلت لي يلا هاك حتى هنا نضجت، يلا هاك روح كل.
شوفوا ايش قد حلوة ولونها كلش حلو، بسم الله ما شاء الله. هذا البطيخ احنا نسميه بطيخ، اخواننا المصريين للرقي يسموه بطيخ ولا بطيخة يعني بالعكس، بس هذا ما اعرف شو يسموه، يمكن قرع او هيك شي يعني. انا اتابعهم يعني دائما، فبعض المصطلحات عندي اعرفها. يلا خلص الفيديو، اشوفكم على خير.